فاش كيبغي الركراكي يتواصل مع اللعابه داخل التيران وهو بعيد عليهم كيصفر بهذه الطريقه باش اللعابه يشوفوه ويفهموا الخطه مزيان. ما عندوش صنفيل ولا جهاز اللاسلكي باش يتواصل معهم من بعيد، لان هذا طبعا ممنوع على اللاعبين، وبالتالي كيدير هذه الطريقه البدائيه. شنو الهدف منها؟ الهدف منها هو يوصل للاعبين الخطه ديالو اللي بغاهم يلعبوا بها. ايضا في كندا الرئيس الكندي دار واحد المبادره زوينه بزاف. هذه المبادرة شنو هي؟ وعلى أنه كلف واحد القناة باش تجمع له 10 ديال المواطنين من عينات مختلفة، عمال، سائقي الطاكسيات، عمال النظافة، أي من جميع الطبقات الاجتماعية في المجتمع الكندي. وطبعا كل واحد منهم كيستضيفوا الرئيس وكيدير معاه لقاء وكيسول اللي بغى من الأسئلة. وبالتالي شنو هي الحصيلة؟ الحصيلة على أن هاد 10 الناس هادو كل واحد فيهم كيسول مجموعة من الأسئلة. أغلب المواطنين الكنديين لا بدا يلقى راسو في سؤال أو جوج من هاد الأسئلة اللي طرحوا هاد 10 العينات من المجتمع الكندي. أما عندنا في المغرب بغينا الحكومة ديالنا تتواصل معنا بطريقة أو بأخرى، ولو حتى بالإشارات كما كيدير الركراكي، لأن هاد الحكومة ديالنا لا تتواصل نهائية. وما غاديش نحلموا باللي غادي رئيس الحكومة ديالنا يدير نفس الطريقة اللي دارها الرئيس الكندي. هذه من سابع المستحيلات، إن كانت كندا تعتبر نموذج كما قلت بالنسبة لهم. ولكن على الأقل نحن بغينا نفهموا بزاف الحوايج في هذا السياق. الحكومة كتنفذ عندنا، احنا ما كنتكلم عنه، تنفذ مباشرة وتنفذ في مجال رفع الأسعار. لأنه اليوم باش نرجعوا للسياق، كانوا دايرين العذر، كيقولوا المغاربه الله لا يجعل عذرنا الشتاء، كانوا دايرين العذر باوكرانيا، الحرب الروسيه الاوكرانيه وما تلات كاينه، دايرين العذر بالتقلبات يعني ديال الاقتصاديه في العالم هي اللي وراء ارتفاع اسعار البترول واسعار الغاز واسعار الغازوال. اليوماتي هذا الشيء كامل ما منه والو. رجالات الدوله اليوماتيه وعلى راسهم والي بنك المغرب صرح تصريح، وأنا كنقول على أن رجل الدولة عندما يصرح فعينه على الوطن، ورجل السياسة عندما يصرح فعينه على الكرسي، وشتان بين هذا وذاك. أنا اللي بغيت نقول على أنه هادو الناس اللي صرحوا هادو ما عندهمش، ما داخلينش الانتخابات، وما عندهمش حسابات سياسية ضيقة، وماشي في ريعان الشباب باش باقي يطمحوا الوصول لمناصب عليا. الله يعطينا ويعطيهم طول العمر. هادو ناس كيقولوا كلام اتفقنا معه ولا اختلفنا معه فهو كلام خطير، كيجسد على أن الأزمة اليوماتية في المغرب هي أزمة داخلية وليست أزمة جايتنا من برا. هذا التضخم، هذا غلاء الأسعار، هذا بزاف ديال الحوايج اللي احنا واقعين اليوم فيهم، واللي تحدث عليهم والي بنك المغرب، واللي تحدث عليهم أيضا المندوب السامي للتخطيط. هذا كل كلام يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. لماذا؟ لأن تداعياته خطيرة أو أيضا على المواطنين، وخطيرة أيضا على المستثمرين سواء كانوا وطنيين أو أجانب، لأنه ما كاينش انسجام بين المؤسسات الدستورية التي تشتغل ومن بين الحكومة. المفروض الحكومة تفرض النسق ديالها وتفرض الريتم ديالها وتفرض الانسجام ديالها وتتواصل مع والي بنك المغرب عن طريق وزيرة المالية للتنسيق باش يخرجوا على الأقل بتصور واحد موحد. اللي كيقول على أن الكلام ديال هاد الناس ماشي قرآن منزل، فحتى أنا كنقول له على أن كلام الحكومة هذه لا تكلمت ما هو قرآن منزل. وأنا شخصيا أثق في رجالات الدولة ولا أثق في رجالات السياسة. لماذا؟ لأن رجل الدولة كما قلت دائما الهم ديالو هو المصلحة العليا للوطن، راه ما كيشوفش الكرسي ديالو، كيشوف الحقيقة وكيقول الحقيقة للبلاد. واليوم هادو قالوا لنا الحقيقة وعلينا أن نستوعب هذه الحقيقة، وعلى الحكومة أن تستوعب هذه الحقيقة. الحكومة أعلنت إفلاسها، واللي بغى يقولنا على انه هذا الشيء كامل اليوماتيه اللي كنتكلموا ليه وحصرنا راسنا في بوتقه النقاش ديال المطيشه والبصله وبطاطا اللي الاسعار ديالها ستابل وما بغات ترتفع، كنقول له على ان هذا النقاش ليس نقاشا هامشيا، بل هو نقاش في الصميم. وانتم اللي فرضتوا علينا هذا النقاش، ماشي احنا اللي فرضنا على روسنا. وباش نقول لكم على انه علاش الاسعار باقيه في نفس المستويات ديالها، لانه التصدير ما توقف. واللي كذبني يشوف على انه من اكادير الى الكركارات الكماين ماشيه جايه بمطيشه والبصله وبطاطا الخضراء، واللي سولتيه يقول لك ماشي لموريتان وماشي لافريقيا. يعني ماذا؟ يعني على انه خيرات المغرب تذهب الى افريقيا، وعندنا احنا هنا كيعطشوا لنا السوق، ولهذا ظلت بصله ومطيشه وبطاطا والخيمه ظلوا مرتفعين وسيظلوا مرتفعين. علاش؟ لانه اليوماتيه راه الحكومه ما بغاش تصارح المواطنين وما بغاش تخرج كما كنقولوا
تقول الحقيقه وتواجهنا بالحقيقه. ما غاديش نتحاسبوا معها على سقف الطموحات اللي رفعت واللي كثير جدا واللي وصل اليوماتيه الوقت باش نقولوه لها. الحكومه كتتكلم على مجموعه من الحوايج اللي قالت غديروا، قالت غادي تزيد 2500 درهم وغادي تزيد 300 وغادي تزيد 400 وغادي ترفع في الاجور وغادي دير. الحاجه الوحيده اللي دارت الى الان هي رفع الاسعار والمحافظه على اسعار الغازوال وليسانس مستقره، بالرغم على انها انخفضت في جميع دول العالم. اليوم كنتصلوا بمجموعه من المغاربه خارج الدول، كنلقاو في مجموعه من الدول التي لا تنتج واللي ما هي فلاحيه واللي كتستورد كل المنتوجات الفلاحيه فيها مطيشه ولا البصله ب 50 ريال 40 ريال. فبالله عليكم جوج بحوره والسردين كيخرج عند الصياد او القوارب اللي كيصيدوا بجوج دراهم وكيتباع لنا حنا ب 20 درهم. 87% من مساحه المغرب كلها فلاحيه. دريكاتيه بغينا نسائلوا، احنا كل حياتنا في المغرب مخططات، المخطط الاستعجالي في التعليم، المخطط الاخضر في الفلاحه، الجيل الاخضر كذا كذا كذا. فين هي الحصيله؟ الحصيله اليوماتيه هي هذه، هي اللي كندفعوا الثمن ديالها، هي نزول 3 المليون من المغاربه الفئه ديال الفقراء، هي اندحار واندثار الطبقه المتوسطه. وإحنا هادو اللي كنتكلموا وكنقولوها بصراحه، احنا طبقه متوسطه تكوينا، فما بالك الله يكون في عون الدرويش، في عون اللي ما عنده حتى شي حاجه. اذا خرجوا صارحوا المغاربه بالحقيقه وقولوا لهم الحقيقه وما تخباو، لانه هذا الشيء اللي قلنا لكم كامل دابا تواصلوا معنا ولو حتى بالاشارات كما دار الركراكي، ولكن انتم ما متواصلين لا بالاشارات لا بالكلمات لا حتى شي حاجه. ومن تحدث معكم يدافع. يا سيدي راه اليوماتيه نحن لسنا في دفاع عن الكراسي، وهذا الانسجام الحكومي اللي كتكلموا عنه وهذا الائتلاف وهذا التجانس انا كنقولها لكم صراحه وخذوها مني، سيدفع ثمنه البعض، سيدفع ثمنه البعض. وكنسطر عليها وكنقولها، هذا التجانس وهذا الشيء فاش غاديين اقسم بالله سيدفع ثمنه البعض داخل الائتلاف الحكومي. تحياتي لكم والسلام عليكم.